السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا جاية النهاردة مش اكلة بقى ولا طبخة ولا حلويات ولا اي حاجة. انا هقول لكم بكل مصداقية جهاز الفريسكا. طبعا انا عملت عليه فريسكا على القناة وكلكم عارفين. مبدئيا كده علشان اللي مش حابب يكمل الفيديو. مبدئيا الجهاز وحش جدا جدا جدا. انا طلعت وقلت حلو وكل حاجة وعملت فيه فريسكا، بس هي مرة اتنين تلاتة أربعة، قولي 5 مرات، 5 مرات وارمي الجهاز ده بعد كده في الزبالة، ملوش أي لازمة. تمام. الله أعلم هو حاليا هيتصلح ولا لأ. طبعا الغريب فيه دلوقتي الوش الأبيض اللي زي ده متشال ليه بقى؟ لأن دي الجريلا ديت كانت فاصلة من، يعني أنا اشتغلت عليها حوالي 8 9 مرات. تمام. جايباها حوالي يعني 6 شهور 7 شهور كده. اوكي. فدلوقتي الابيض ده اللي هو الوش الابيض اللي هنا اللي زي ده كده، ده اتشال من مكانه. يعني ده كده فصل عن الوش الابيض من هنا. هنا مفيش مسامير ربطاه، اللي ربطه الحديدة ديت اهي. الحديدة ديت شابكة في بلاستيكاية البيضة الوش اللي زي ده. تمام. طبعا البلاستيكاية وديتها فين؟ اللي هو الوش ده انا وديته فين؟ الوش ده يعني انا جيت اغير المسمار لقيت المسمار فاكك، فانا شلتها، فكيت بقى المسمارين اللي هنا دول علشان خاطر اركب المسمار تاني اللي هو شابك في بتاع اللي انا وريتها لكم ديت. تمام. فلما عملته لقيت ان البلاستيك ده زبالة الزبالة يعني. ف فطبعا بيتكسر، اجي اربط المسمار بيتكسر، البلاستيك مش نضيف جدا. تمام. يعني مش بلاستيك يتحط مع جهاز فيه سخان وبيشتغل كهربا، ما ينفعش. فطبعا انا ما كنتش اعرف الكلام ده كله غير لما لقيت العيب ده فيه. فده انا ساعتها عرفته. انا عرفت الريفيوهات عن الجهاز ده بعد انا ما جبت الجهاز، وشفت في ناس كتير اشتكت منه، يعني مش انا بس على فكرة. في فيديوهات كتير جدا بتشتكي منه، بتقول ان الجريلا دي بتلزق بعد كده استعمال، بتلزق، هي فعلا بتلزق. وده السبب اللي خلاني انا بقيت اشد الجريلا كده ارفعها، يعني ماسكه حاجه كده من فوق وارفع واشد من تحت ومن فوق عشان خاطر ارفع، عشان اشيل الفريسكا اللي موجوده. تمام. واخر ما زيت بقى ما لقيت خلاص يعني ده الوش ده كده هيتقطم، فبقيت استعمل الاسباتيولا اللي هي السيليكون المبططه ديت. لو قدامي هجيبها لكم اهي. الاسباتيولا دي ادخلها هنا من الحديد. الحمد لله جبت الجهاز. طبعا احنا وقفنا عند انا لما باجي العجينه بتاعه الفريسكا تلزق في الجريلا ديت. طبعا هي بتلزق مع الوقت بتلزق. وكمان استعمال قليل جدا، يعني مش بتقعدي بقى سنه تشتغلي بها يوميا ولا حاجه، يعني دي مش بتاعه شغل. دي استعمال منزلي بسيط، كل سنه مرتين تقريبا تعملي بيها وتفاريح كده وخلاص. فأنا لمّا أو أي حد يلاقي الفريسكا هتلزق، فبالمعلقة السيليكون دي، وموجودة في الأسواق كتير ورخيصة، وأكيد بيوتنا كلها فيها المعلقة السيليكون دي. بابدأ إن أنا أحطها ما بين، أدخّلها، هي رفيّعة فبادخّلها ما بين ال2 جريل دول، طبعًا بابقى ماسكة ده كده وأفضل أزيح، أزيح، أزيح كده لحد أمّا إيه تتفك، علشان خاطر ما اقعدش أشد في ديّة. تمام. لإن دي ضعيفة جدًا. هنا ما فيش مسامير، مسمار صغير جدًا وبايت فيه بلاستيكاية يعني من نفس النوع ده. ونوع البلاستيك وحش جدًا، بلاستيك ناشف بيتكسر، أي تكاية هتلاقيه اتكسرت على طول. تمام. فطبعًا البيت بتاع اللي هو في الوش دوّة اتكسر، المسمار فوّت، فحبيت إن أنا أربط المسمار. بقيت أربط يروح إيه مفتفت تاني. تمام. فلغيناه خالص، طبعًا اتكسر، مكانه اتكسر مش هينفع، فخرمنا في الجهاز نفسه اللي هي البلاستيكية نفسها، مش دي كانت موجودة عادي عندي هنا كده محطوطة، ودي بس اللي اتخلعت، الوش ده بس اللي اتخلع، وخرمته كده إيه المسمار دخّلته فيه كلّه كده وشبكته فيه الحديدة اللي جوّه. تمام كده. عشان لو أي حد حصل عنده المشكلة ديّة والوش اتشال ومش عارف يتصرّف إزاي، هتعملي مسمار، هتشبكيه بمسمار هنا مكان البيت البلاستيك اللي هو اتكسر دوّة. تمام.
فهي نصيحتي ليها هي مش عملية، بتقضي غرض لمجرد غرض، بس هي مش عملية خالص، يعني مش استعمال إن أنتِ تطلّعي بيها أوردرات والكلام ده كلّه، وأنا كنت جايباها أصلًا أوردرات، يعني ما كنتش جايباها عشان خاطر استعمال منزلي الصراحة يعني. فطبعًا باتمنى لو بتشوفوا الفيديو ده تحطّوا لي لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، وفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منّي كل جديد، وإن شاء الله استنوا الفيديو القادم هاعمل فيه بوكسات للأونلاين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.